اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا بخير. وصفة النهاردة من نواعم العيد السهلة البسيطة اللي مش هتاخد معاكي وقت. هنعمل مع بعض الغريبة بأسهل طريقة، وإن شاء الله تعجبكم والنتيجة هتطلع معاكم ناجحة. المقادير مظبوطة وكمان من غير تشققات. تعالوا نسمي بسم الله ونصلي على الرسول وندخل في وصفتنا على طول ونشوف الغريبة هنعملها مع بعض ازاي. معايا في المقدار بتاعي كوبايتين من السمنة. السمنة اللي ما تعملهاش سايحة، لازم تكون في التلاجة تديكي نتيجة حلوة. بس انا عملتها بدرجة حرارة المطبخ، يعني مش سايحة معايا، فهي كده حلوة، قوامها حلو مش وحش. بس المهم اللي انت ما تعمليهاش سايحة خالص، لازم تكون جامدة معاكي. هنزل بقى كل الكمية علشان ده مقدار، وممكن تعملي بدل السمنة زبدة، فالمتاح عندك اعملي بيه. واعملي بنوع سمنة يكون كويس علشان يديكي نتيجة حلوة في الطعم. بعد كده هنزل عليهم بكوباية من السكر البودرة. هجيب بقى المضرب الكهربائي وهبدأ اللي انا اخلط السكر مع السمنة كويس. اضربي فيهم شوية حلوين لحد القوام بتاعها ما يبقى كريمي ويبقى لونه فاتح. وهتشوفوا القوام بتاعها دلوقتي. اهم حاجة في الغريبة مرحلة الضرب السمنة في الاول، دي اهم خطوة. لو مش متوفر عندك مضرب كهرباء تقدري تعملي بالمضرب السلك عادي او بايدك، بس هياخد معاكي وقت شوية. شايفين بقى القوام بتاعها بقى حاجة تانية خالص. وانا شغالة كده هبدأ اللي انا انزل بكيس فانيليا. تمام، احنا كده خلصنا. هنبدأ بقى اللي احنا نحط الدقيق، وهنشوف المقدار ده هياخد معانا دقيق قد ايه. احنا بنحط دقيق على حسب العجينة بتاعتنا ما هتاخد. حطيت في الاول كوبايتين من الدقيق وعليهم معلقة صغيرة من البيكنج باودر. وما تزوديش البيكنج باودر علشان الغرايبة ما تنشفش ما تنفش منك. تمام. بعد كده هبدأ اللي انا الم كده، وبعدين لو احتاجت هحط تاني، فهفضل احط نص بنص كده لحد ما اخلص علشان الدقيق برضو ما يجيش معايا زيادة. ففي الاخر خالص الكمية الدقيق اللي انا حطيتها 4 كوبايات من الدقيق ومعلقة على المقدار ده. يبقى المقدار بتاعنا ده كوبايتين من السمنة عليهم كوباية سكر بودرة، كيس فانيليا، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، 4 كوبايات من الدقيق ومعلقة. وطبعا الدقيق برضو على حسب الدقيق بتاعك يحتاج قد ايه. فبفضل بقى اللي انا الم كده وتعجني فيها عادي خالص، ما تخافيش، لان العجينة بتاعتنا ما فيهاش سوائل، فما تخافيش وانت بتعجني. في الاخر بقى خالص بلم بجرب كده العجينة، لو ما فيهاش اي تشققات يبقى العجينة بتاعتي مظبوطة. ابدأي بقى اللي انت كوري كده الكور صغيرة، وما تبططيش عليها وانت بتحطيها في الصينية. كوري وحطيها وهي بتظبط نفسها وهي في الفرن، وهتطلع معاكي مدورة وزي الفل. والصاج اللي انت بتحطي فيه ما تدهنهوش اي حاجة. خلصت بقى الكمية بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده. معايا لولي اللي هو بتاع الحلويات. هبدأ اللي انا اخد كده واحطه في النص الغريبة. وانتي بتحطي اضغطي ضغطة بسيطة كده علشان في التسوية ما تطلعش بره العجينة وتقع. وما تضغطيش قوي، يا دوبك ضغطة بسيطة بس كده علشان اللي هي تمسك وخلاص. انا بحب اعملها صغيرة كده علشان تبقى الغريبة على قد البق كده، ما تبقاش كبيرة، وبتبقى كمان شكلها حلو. عايزة بقى تكبري شوية عن كده ده بيرجع ليكي. وممكن تزيني برضو بمكسرات، اي نوع مكسرات عندك تقدري اللي انت تحطيها. لو مش حابة وعايزاها سادة اعمليها سادة، فالمتاح عندك واللي انت حباه تقدري اللي انت تعمليه. مشغلة بقى الفرن علشان يسخن. بدخل الغريبة على الشبكة على اهدى درجة حرارة عندك، علشان النواعم دي ما بتحبش النار عالية. خلي النار هادية خالص علشان تستوي براحتها وما بتاخدش لون. يا دوبك الغريبة من تحت كده بيبقى صفار بسيط جدا، وما تدهاش لون من فوق ولا اي حاجة. ومش هتاخد معاكي وقت في التسوية كمان. ده شكلها بعد ما طلعت. شايفين بقى بقت مدورة وتساوت هي مع نفسها كده، وحاجة كده زي الفل. حجمها حلو جدا. زي ما قلتلك عايزة تكبريها شوية عن كده ده بيرجع ليك. ده شكلها من قريب، وهوريكم برضو لونها من تحت بيبقى اللون فاتح، يعني ممكن تطلعيها فاتحة عن كده كمان. حاجة كده تحفة جدا. واللولي او الخرز اللي احنا حطيناه عشان ضغطنا كده عليه ما طلعش في التسوية ولا حاجة. تعالوا بقى شوفوا هو الغريبة ناعمة قد ايه ودايبة قد ايه. ما شاء الله، حاجة كده تحفة جدا.
وريحتها وطعمها في منتهى الجمال. وزي ما قلنا، نوع السمنة اللي انت هتستعمليه تجيبي نوع سمنة حلوة علشان يديكي نتيجة حلوة وطعم حلو في الغريب. انا طبعا عاملة بسمنة فلاح، تقدري اللي انت بتعملي اي نوع سمنة انت حباها، بس اختاري نوع يكون كويس. عملنا احلى غريبة للعيد باسهل طريقة ومقادير مظبوطة، وان شاء الله تنجح معاكي ومش هتشقق منك ولا اي حاجة. والمقدار ده بيعمل كمية حلوة جدا، عايزة تعملي نص المقدار او تضاعفي المقدار ده بيرجع ليكي. جربوا الغريبة بالطريقة دي والمقادير دي، هتعجبكم جدا وهتطلع معاكم ناجحة. واشوفكم على خير دايما، وكل سنة وانتم طيبين وبخير.